أحداث، أخبار، ثقافة، برامج وندوات، كل ما يتعلق بالسياسة، كل ما هو جديد ستجده معنا. جريدة بريس جاءت للكشف على الواقع وما الذي يخفيه، فابقى معنا. جريدة بريس، الحدث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكرك رمضان مبارك سعيد لجميع الأخوة والأخوات، سيد الرئيس، سيد الرئيسة، معشر الأخوة والأخوات، الأساتذة والطلبة والباحثين ورؤساء المنتخبين الذين أدعو إلى أن يشرفونا اليوم في الوازين، والتي تعكس مرة أخرى بأن السياسة والجامعة ينبغي أن يسيروا في مصالحها، لأن السياسة تحتاج إلى الجامعة. المستشارين أيضا وأعضاء الهيئة، مرحبا بنا جميعا. أولا هذه فرصة كبيرة أننا نستضيفوا اليوم في إطار الأستاذ مصطفى بيطاس، اللي هو شاب اللي كان شاب يشتغل عن قرب على مستوى سياسة القرب، وعن قرب على مستوى الحكومة، وهذه فرصة أننا نستفيدوا من التجربة ديالو جميعا. وصفنا لهم كلهم دي زميل، كلهم صفنا لهم دي زميل، كلهم صفنا لهم دي زميل، كلهم صفنا لهم دي اس ام اس، ودرنا الاعلان في التلفازه، ودرنا الاعلان في الموقع اللي كيدخلوا للجمعيات اللي كيقلبوا على الشراكات على التمويل وكذا. ولكن الحصيله كانت ماشي في المستوى ديال التطلعات. البرنامج الثاني هو برنامج التشغيل الجمعوي. التشغيل الجمعوي انا تكلمت عليه، قلت بان فيه امكانيات كبيره جدا. احنا خدامين ان شاء الله في لو 5 كيلو 6 من الشهر المقبل غادي نعملوا واحد غنطلقوا الملتقيات الوطنيه للمجتمع المدني. غادي نعملوا 12 جهه. اول جهه غتكون في الدار البيضاء، غتكون حول موضوع التشغيل الجمعوي. عندنا واحد الصيغه جديده في هذه الملتقيات. عوض ما نجلسوا في قاعه بحال هذه ونجيبوا شي متدخل ونعملوا التوصيات كيف ما كيتعملوا هذه السنوات، قلنا خصنا نمشيو لواحد المقاربه جديده. شنو هي المقاربه الجديده؟ غنعملوا الملتقى في يومين. غادي نبداو بالجلسه الافتتاحيه كيف ما الشكل الكلاسيكي، لكن غادي نعملوا واحد المعرض اللي غادي تكون فيه تقريبا واحد 30 ولا 40 ستوند، وغادي نجيبوا مجموعه العارضين المؤسساتيين، مجموعه المهنيه الارناك، غادي نجيبوا الناس المانحين الدوليين كلهم اللي كيشتغلوا في بلادنا، غادي نجيبوا المكتب الشريف للفوسفات اللي مشكور، الفاعلين في الاتصالات، الفاعلين في مجال الرقمنه خاصه اللي كينتجوا الحلول، المؤسسات العموميه بحال سي ان اس اس، بحال اس سي بي، المندوبيه ديال التخطيط كنتسناو الموافقه ديالها، ولكن السي ان اس اس راهو معنا ان شاء الله، لاجونس دو ديفلوبمون سوسيال، التعاون الوطني، جميع المتدخلين العموميين. والهدف وغنخليو واحد الفضاء بحال هذا ديال الهدف هو نديروا واحد البيت توكيل. انا الهدف عندي هو عبد الخالق البومصلوحي، عضو جمعية خريجي جامعة محمد الخامس. اليوم نلتقي في إطار سلسلة الدورات التكوينية اللي كتنظمها جمعية خريجي جامعة محمد الخامس والهيئة ديال تكافؤ الفرص ومساواة مقاربة النوع لجامعة الرباط، في إطار واحد السلسلة ديال الدورات التكوينية اللي كتستهدف الأطر والفعاليات الجمعوية بمدينة الرباط. الهدف منها هو تكوين هذه الفعاليات الجمعوية حول تكوين قدراتهم في المجال ديال الديمقراطية التشاركية، وبالتالي كان يعني استهدفنا واحد العدد ديال المواضيع اللي مرتبطة بالديمقراطية التشاركية من خلال واحد العدد ديال التكوين اللي شرفوا عليها واحد العدد ديال الأساتذة والخبراء
والمهتمين بالمجال ديال الديمقراطيه التشاركيه طيله هذا الشهر المبارك المعظم. وبالموازاه مع هذا البرنامج التكويني كانت عندنا لقاءات متعدده مع واحد العدد ديال مدبري الشأن العام على مستوى المدينه ديال الرباط، وكذلك مع واحد مقرر انه تنظيم لقاءات اخرى مع واحد العدد ديال المسؤولين العموميين. اليوم مساء اليوم كنا مع لقاء مع السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني وبالعلاقات مع البرلمان الناطق رسمي باسم الحكومة. كذلك نحن على في إطار برمجة لقاء مع السيد رئيس جهة الرباط القنيطرة، وكذلك مع سفير جلالة الملك المستشار جلالة الملك السيد أندري أزولاي. فالهدف من هذه اللقاءات كما أسلفت الذكر هو تقوية القدرات ديال المجتمع المدني، وكذلك فتح واحد المنصة ديال الحوار والنقاش مع المدبري ديال الشأن العام والمسؤولين العموميين، والحوار المباشر مع الفاعلين الجمعويين لطرح واحد العدد ديال الأسئلة والمشاكل اللي كتطرحهم، وكذلك تناول واحد العدد ديال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة اللي كتشغل البال ديال الرأي العام الجمعوي بمدينة الرباط، وكذلك أسئلة اللي مرتبطة بالمجتمع ومساهمة المجتمع المدني في التطوير ديال المدينة ديال الرباط. والرهان في نهاية المطاف هو كيفاش يمكن أن هاد الفاعلين المدنيين يكونوا مساهمين حقيقيين من داخل الديمقراطية التشاركية من أجل الارتقاء بالفعل المدني، وكذلك الارتقاء بالسياسة العمومية والتجويد ديالها والتقييم ديالها، وكذلك الفعالية ديال المشاركه ديالهم والمساهمه ديالهم في هذا الورش الوطني الكبير. ما تنسوش تابوناو معنا وديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلك كل جديد. مع جريدة سبيس، الحدث يوصلك في الحين.